نبارك لجمهور الاتحاد التأهل لدور الثمانية، وهذا عماد السالمي توقع المباراة بفوز الاتحاد، وقبلها توقع كأس السوبر النصر يفوز على الاتحاد، وفعلا توقعاتها صايبة، والمحلل هذا أكثر توقعاتها صايبة. والآن اسمعوا الاستديو التحليلي مع عماد السالمي ووليد فراج. عماد السالمي، طبعا مبروك للاتحاد وهارد لك للنصر. شوف، لازم ما ننسى الاتحاد. اوكي، كونسيساو الاتحاد اخرج خصص العام الماضي في هذه البطولة وهو يقود الهلال، وهذه المرة يخرج خصص بمدرب اخر. يعني المباراة دي في السابقة ما كان العيب في الهلال، المشكلة في جيسوس. الشاهد لا الشاهد انه الاتحاد نادي كبير وما يرضى على نفسه انه هو يخسر البطولات بكل هذه السهوله. ممكن يخسر عادي طبيعي جدا. فانا اخذتها. تدري انت لما انا قلت انه الاتحاد اقرب يفوز على النصر، ايش اخذتها؟ فنيا لا النصر اعلى ترى، كامكانيات فرد بفرد، لاعب بلاعب، كان واضح جدا. بس انا اخذتها الثلاث الاربع تمارين اللي قبل هالمباراه، كيف قاعد يشتغل هذا وكيف قاعد يشتغل هذا. كونسيساو ايش قاعد يسوي؟ يدور، يطور، نطور، نصحح سلبياتنا، يلا نصحح. ليه خسرنا من الهلال؟ النصر مو بشايف اخطائه. كانوا كثير من جماهير النصر كانوا يزعلون لما يفوزون ونطلع نقطة سلبية في نادي النصر. واهداف الاتحاد اليوم جاءت من نفس النقطة. يرجعون لتحليل كل المباريات حتى اللي تفوز فيها بالخمسة والستة، لازم اجيب حالة تشبه الاهداف هذه. نادي الاتحاد نادي كبير. تعرف كونسيساو اليوم قال له تعالي ملعبي وانا اعرف كيف اطلع. اليوم فاجأة في كل مكان في الملعب، فاجأة. يعني دومبيا خرجته، اوكي، عرفت من خلال المؤتمرات الصحفية انك انت خرجت دومبيا، فانا كخصوص هحقره ليش انت خرجته. يجي الملعب القى برجون دكة. طيب ليش لعبت روجر اليوم اشبه بظهير ايمن مع احمد الجليدان. اقفل لك منطقه ايمن يحيى وماني وجواو والمثلث هذا اللي بيسوونه. فكره طبقها ونجح فيها بشكل كبير. بعد الطرد معلم خلاها 4-5-0 لما نطلع كريم بنزيما. لما بنزيما وقف يبغون يسووا 4-4-1، بنزيما وقف، رجع جاب اشرك برجون، وهذا امر كان جدا ايجابي. واخذنا لقطات البرجوين واقف ويساند دفاعيا ويهاجم المساحات. اهني نادي الاتحاد حقيقه على الفوز وعلى هذا المدرب ابو بدر. قبل او اول يوم جاء قلت معاك هنا، هم قبل يروحون العراق، قلت بالنص رسالتي الى لاعبي الاتحاد: انتهى زمن الابتكار، عندك مدرب كبير، اسمع